فاكرين لما عملنا فيديو من شهر كده عن موقف حامد حمدان والزمالك وايه اللي حصل بعدها من الاهلي لما بعتوا سيد؟ لا مش فاكرين طبعا، لكن هوفر عليك واسمعك جزء منه. وطبعا النادي الاهلي ما لقاش احسن ابو حفيظه انه يروح يتعاقد مع اللاعب ويقنع اللاعب، ومن دلوقتي بقولها لك، اللاعب اذا ما انتقلش النادي الاهلي بالعروض المغريه دي يبقى هم عملوا كرسي في القلوب وعملوا تشويش ان اللاعب ما يروحش الزمالك. بالذمه ده كلام؟ بالذمه دي كوره؟ وبرضه من سنه يا عم الناس لما الدنيا كلها ما كانتش مصدقه ان الجعان ممكن يميل ويروح الاهلي او مضى عقد مبدئي مع الاهلي، كان العبد لله عامل له بوست بتاريخ 30/12/2024، يعني قبل ما يتكشف امره بخمس ست شهور كان العبد لله قايل الكلام. يعني مش هبد وخلاص زي كتير ما بيهبد وبيجمع ريتش على قفا الكذب والضرب في الزمان والنفاق والاخبار الكذابه من لجان ابن صباح. احنا الحمد لله يكفينا الكم متابع اللي مصدقنا دول عندي بالدنيا كلها. واخيرا لكل متزملك وعامل لي فيها حيادي اللي مفكر ان شويه القطيع بيسقفوا ويقولوا المحايد اهو، ما تنساش يا ضنايا انك بتعرض نفسك للنفاق والتريقه من القطيع، وما تنساش قول لهم عن السبب الرئيسي في اللي بيحصل في نادي الزمالك.